ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. هتكلم على موضوع ليه علاقه وثيقه بصحتنا، وهقول لكم ليه انا بتكلم عن الموضوع ده دلوقتي. موضوع ان احنا ازاي نتعامل في الحمامات العامه والتويلتس البابليك اللي موجوده في المولات والمطاعم والحاجات دي، ازاي اتعامل معاها. لان انا اكتشفت ان في بعض التصرفات بتنم ان الناس مش عارفه تتعامل مع الحاجات دي، وبيتعاملوا مع انها كانها زي في البيت، يعني كانه ده الحوض بتاع البيت وده التويلتس بتاع البيت. اول حاجه انا ما ينفعش المس حاجه بايدي يا جماعه خالص خالص. دخلنا التويلت واحنا طالعين من باب التويلت ما ينفعش امسكه، لان انا في حد مسكه قبليه وايديه اكيد مش نظيفه. فانا ما هكلمكم بصراحه بقى فاكيد ايديه مش نظيفه، فماسك ما ينفعش امسك مكانه، خاصه ان انا همسك مكانه وبعدين همسك شنطتي واعدل شنطتي مش عارف ايه، يبقى انا كده الدنيا باظت مني. الحنفيات وديسبنسر الصابون، الحنفيه وديسبنسر الصابون طبعا لو فيهم سنسور ده كده يعني راحه من الكتاب، ان انا ما بلمسوش وبينزل هو الصابون والميه. لكن لو انا مضطره اضغط بايدي عشان انزل صابون ومضطره افتح الحنفيه واقفلها، يبقى لازم يبقى معايا منديل. اسحب منديل ادوس كده ده الديسبنسر صابون، اخد صابون وافتح بيه الحنفيه واركنه، اغسل ايدي. تقولي طب ما انا هدوس بالصابون وهغسل ايدي بعد كده. ما هو انتوا مش عارفين يا جماعه كام ايد داست، وهل غسيل ايدي، هل الصابون ده اصلا نوعيته كويسه نظيفه وهتغسل ايدي بجد من اثار كل الناس اللي مسكت نفس الحاجه؟ صعبه قوي. فانا ليه اصلا اعرض نفسي للقصه دي؟ فانا بمسك منديل، انزل صابون وامسك المنديل ونفس المنديل افتح بيه الحنفيه. خلاص غسلت ايدي، ما ينفعش ابدا بنفس الايد اللي انا غسلتها اروح قافله الحنفيه. انا عملت ايه؟ ما انا رجعت وسختها تاني، وسخت ايدي تاني. لا، اغسل ايدي والمنديل اللي هسحبه انشف بايدي خلاص، واروح قافله بيه الحنفيه وراميه المنديل. حلو الكلام. تاني حاجه، ما ينفعش بعد ما اكون خلصت كل الكلام الحلو ده اروح هوب فاتحه باب الحمام بقى وطالعه من الحمام بايدي. ليه بقى انا بقول الكلام ده؟ عشان انا شفت بعيني في ستات وبنات بيطلعوا يا جماعه من التويلتس على بره على طول، ما حدش بيعدي على مرحله الحوض دي، ما حدش بيغسل ايده. انتوا متخيلين؟ فدي طلعت من التويلت على الباب ومسكت الباب. فلما نيجي نطلع نمسك برضو الباب بمنديل ونقفل ونرميه في اقرب باسكت بره الحمام. العامله اللي بتنظف التويلت لاحظت برضو بيعملوا ايه، هي بتبقى لابسه جوانتي وبتنظف بيه كل الحمامات، وهي كنوع من المساعده. يعني هي طبعا ما تعرفش، ودي مشكله الاديوكيشن بقى، المفروض ان هي تكون متعلمه الحاجات دي. هي بنفس الجوانتي اللي هي نظفت بيه الحمامات، فهي بتعرض عليا المساعده، فبتروح جايبه لي منديل بتدهوني يعني كنوع من المساعده. انا بطريقه لطيفه بعتذر لها وبقول لها لا معلش انا معايا المنديل بتاعي، انا معايا كتر خيرك وبتاع، لان انا هي دي لابسه الجوانتي اللي بتنظف بيه الحمام وناولتني بيه منديل امسح بيه وشي، مش هينفع. فخلوا بالكم من الحكايه دي. ليه بقى؟ ليه؟ لان في اخبار كده مش لطيفه ان في بعض الحاجات اللي كانت اوريدي، بعض الامراض، بعض الفيروسات والبكتيريا اللي كانت اختفت بدات ترجع تاني. والحاجات دي بتتنقل عن طريق البراز، يعني الناس اللي ما بتغسلش ايديها كويس يتنقل عن طريق البراز للفم. بدات ترجع في بعض الدول، مش هقدر اقول ايه لان انا لسه ما تاكدتش الحاجه دي جت مصر ولا لا، بس بدات تظهر تاني في بعض الدول. فخلي بالكم، اغسلوا ايديكم كويس جدا. بلاش بفكركم وبفكر نفسي، بلاش اكل من بره، بلاش اكل من بره. الكلام ده بتنقل من البراز للفم. فاي حد بيتعامل مع الاكل مش غاسل ايده كويس ممكن بمنتهى البساطه ينقل العدوى. فنخلي بالنا ارجوكم، الفتره اللي جايه مش لطيفه شويه. اي تطعيمات تنزل نبقى ستريكت ليها، اي حملات تنزل نبقى نطعم كل ولادنا فيها، نعلم ولادنا ازاي يتعاملوا في الحمامات. يا ريت المدارس تخلي بالها كويس قوي من تنظيف الحمامات. تنظيف الحمامات يعني مش هيبقى نوع من الاوبشنز، يعني نعمله او ما نعملوش، لا ارجوكم بكل المطهرات وبكل كل ما اللي عندكم من امكانيات ننظف الحمامات كويس، ننظف التويلتس كويس، ننظف الاحواض، يبقى فيه صابون. الولاد يروحوا المدرسه معاهم صابون، نعلمهم لازم يغسلوا ايديهم قبل الاكل وبعد الاكل. اول ما يدخلوا الحمام نعلمهم الحاجات دي، ازاي يستخدموا الحمامات في المدارس، ان هم ما يلمسوش اي حاجه وكله بالمنديل، عشان ربنا يسترها يعني وما يحصلش اي مشكله ويحصل نوع من العدوى الغير محموده، يعني ربنا يسترها باذن الله. خلي بالكم، بلاش اكل بره، بلاش. ماشي، خلي بالكم من نفسكم. باي.